حلوين، اخباركم ايه؟ يلا بينا النهارده هناخد درس القوانين الجذور التربيعيه والتكعيبيه. الحصه اللي فاتت اخدنا ازاي نعمل عمليات الجمع والطرح في وجود كسر غير كسر غير نسبي، يعني ملهوش حل معايا. النهارده هنشتغل على عمليه الضرب والقسمه في وجود كسور، في وجود الجذور، قصدي سوري، في وجود الجذور. طيب، اول حاجه لو انا مثلا عندي جذر 3 في جذر 12، قالك في الحالة دي لما اضرب جذر في جذر، عملية ضرب بينهم ممكن احطهم هما الاتنين تحت جذر واحد، تبقى 3 في 12. 3 في 12 بكام؟ ب36. طب العملية دي ساعدتني في ايه؟ لو انا كنت عملت جذر 3 لوحده ملوش حل، جذر 12 ملوش حل. لما عملت الضرب بقت 36. طب ما 36 لا جذر، عرفت اجيب الناتج. جذر 36 كام؟ 6. تمام، يبقى انا عرفت اوصل للحل بسبب موضوع ان انا عملت عملية الضرب. طب لو جذر تكعيبي هل يمشي عليه نفس القانون؟ طبعا يمشي نفس القانون عليه، فينفع اقول جذر التكعيبي الاتنين ضرب الجذر التكعيبي في -3، اتنين هتبقى 2 في -3، كلهم تحت جذر واحد، هتبقى الجذر التكعيبي 2 في -3 ب6، جمعتهم في جذر واحد. تمام، جذر 6 ملهوش جذر، فكده انا جمعتهم احسن ما كانوا جذرين خليتهم جذر واحد. تمام. طيب وايه تاني قوانين الجذور؟ طب في حالة القسمة لو انا عطاني جذر على جذر، بعمل ايه؟ بحطهم كلهم تحت جذر واحد لو نفس الجذر، يعني لازم هنا جذر تكعيبي وهنا جذر تكعيبي، مينفعش جذر تكعيبي على جذر تربيعي، لازم هما الاتنين يكون لهم نفس الجذر. فهتبقى 81 على 3. طب بيساوي 81 على 3 فيها الكام؟ فيها 27. طب ما 27 جذرها التكعيبي 3، كده عرفت اجيب الحل. طب ايه مثال تاني؟ ممكن مثال تاني على الجذر التربيعي. مثال الجذر التربيعي، لو انا جاب لي جذر تربيعي 12 على جذر تربيعي 6 هيساوي ايه؟ احطهم تحت جذر تربيعي لان هما الاتنين لهم نفس الجذر التربيعي، هيساوي 12 على 6. جذر التربيعي 12 على 6 فيها الكام؟ فيها الاتنين، يبقى جذر التربيعي 2. كده لقيت الحل اسهل لي. طيب تعالى نستخدم القوانين دي في حل المسائل وتبسيط الجذور. يعني مثلا يجيب لي جذر 18 زي كده ويقول لي وجوده في ابسط صوره. طب عشان احطه في ابسط صوره يبقى اقول له ساوي. اول حاجه الجذر 18 ملوش حل، فعشان احله اعمل ايه؟ هقول له الجذر 18 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 18 دي عباره عن 9 في 2، فانا هاخد الجذر 9 لوحديها وهاخد جذر الاتنين لوحديها. ليه يا مس عملت كده؟ اصل جذر 9 انا عارف قيمته، جذر 9 3. طب والاتنين ما عرفش قيمته، سيبه زي ما هو كده. تلاقيت الجذر 18 في ابسط صوره. مثال تاني، مثال التاني مثلا مثال زي كده جايبهولي حلو ازاي. الخمسة ثابتة معايا، دي ثابت مش هعمل حاجة فيه. الجذر التكعيبي ل48، ال48 حاصل ضرب ايه؟ حاول تفتكر في جدول الضرب ايه اللي اضربه في بعضه يديني 48. يا مس 8 في ال6. طيب بعد كده اقول له الخمسة زي ما هي ضرب ال8 هاخدها جذر لوحديها وال6 جذر لوحديها. الجذر التكعيبي ل8 ضرب جذر التكعيبي ل6 تبقى 5 ضرب جذر التكعيبي ل8 كام؟ 2. جذر التكعيبي ل6 ملهوش جذر فتفضل زي ما هي. طيب 2 في ال5 ب10 تبقى تساوي 10 6 جذر تكعيبي. تمام كده، يبقى انا حطيتها في ابسط صورة. مثال تاني، طب لو جاب لي جذر زي كده هعمل ايه؟ هقول له التلاتة دي ممكن تساعدني انا في تبسيط الكسر. ليه؟ لان التلاتة دي بتساوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جذر 3 في جذر 3 اللي هو جذر 9 بيساوي ايه؟ 3. انا هاخد الجذر 9 ده وكأنه بضربه هنا، فهتبقى جذر 9 مكان ال3 في
جذر 2/3. طب انا ممكن اجمعهم كلهم تحت جذر واحد، هتبقى 2/3 ضرب 9. طب على 9 فيها الواحد، سوري على 3 فيها الواحد، دي يعتبر مقامها واحد، على 3 فيها 3، تبقى يساوي 2/3. 2/3 بكام؟ ب6. يبقى التبسيط بتاعها جذر 6. التبسيط بتاعها جذر 6. مثال تاني. طيب لو جاب لي مسألة زي كده انا ممكن استخدم الاتنين دي. الاتنين عبارة عن ايه؟ الجذر التكعيبي لل8 وايه؟ الاتنين. طب اعرفها ازاي يا مس؟ انت امسك الاتنين، لو انت عايز تعرف الجذر التكعيبي للاتنين قول له 2 في 2 3 مرات تطلع لك كام؟ 8. طب لو الجذر التربيعي يبقى اضرب 2 في 2 مرتين يطلع لك 4. طب انا هنا عايزه الجذر التكعيبي يبقى هستخدم ال8، يبقى انا هستخدم جذر ال8. فهمت بعمل ايه؟ طيب يبقى انا هشيل الاتنين دي واحط مكانها جذر 8. جذر التكعيبي ل8 ضرب جذر التكعيبي ل3/4. طب هجمعهم هما الاتنين تحت جذر واحد، يبقى يساوي جذر التكعيبي 1 و8 في -3/4. على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاتنين، هتبقى بتساوي جذر التكعيبي 2 في -3. 2 في -3 ب6، يبقى الجذر التكعيبي ل6. يبقى كده حطيتها في ابسط صورة ان هو الحل -6، جذر -6. طب لو جاب لي مسألة زي كده وقال لك اوجد في ابسط صورة، هعمل ايه؟ هقول له 45 دي حاصل ضرب ايه؟ ال 45 دي حاصل ضرب 9 في 5 ناقص 2. ال20 دي حاصل ضرب ايه؟ 4 في 5 زائد 2 على 2 في 5 في الجذر 5. تمام. طب خلاص احنا عرفنا الحاجه اللي بتحتاجها اللي بينفع ليها جذر، يعني في عمليه الضرب الكلام ده الجمع والطرح لا. يبقى لو انا حاجه تحت الجذر عمليه ضرب وليها جذر ينفع. ال9 ليها جذر. 9 جذر ال9 كام؟ يعني جذر ال9 3، يبقى احط ال3 دي بره ويبقى يتفضل معايا تحت الجذر مين؟ ال5 ناقص. هنا عندي الاتنين هضربها في جذر ال4 كام؟ 2 وجذر 5 زي ما هو ملهاش حل زائد 2 جذر 5. طيب بعد كده اقول 3 جذر 5 زي ما هي ناقص 2 في 2 ب4 جذر 5 زائد 2 جذر 5. طب يا مس احنا واخدين من الحصة اللي فاتت اللي اي جمع وطرح فيه نفس الجذر ينفع اعمل عملية الجمع والطرح. هنا نفس الجذر كلهم جذر 5، يبقى اعمل عملية، يبقى 3 اطرح من 4 -1 اجمع معاها 2 تبقى -1. -1 ايه؟ جذر 5. والواحد جاب لما يكون مكتوب قدامي الجذر 5 مش بكتبه، يبقى جذر 5 فقط. فهمتوا بعمل ايه؟ يلا مثال تاني نفهم اكتر مع بعض. طيب تعالى كده لو جاتني مثال زي ده وعايز احله ازاي؟ جاب لي 2 ضرب جذر 18. 2 ال18 دي حاصل ضرب ايه؟ 2 في 9. تمام. زائد ال50 دي حاصل ضرب ايه؟ 2 في 25. تمام. ناقص 6 في نص. طب انا ممكن اعمل حاجة افتكرتها دلوقتي، ممكن استخدم ال6 دي. ثواني هي اتمسحت ليه؟ هستخدم ال6 دي ادخلها جوه، فلما تدخل جوه انا جذر تربيعي يعني معناها 6 في 6. 6 في 6 بكام؟ ب36، يبقى هتدخل جوه ب36 فتبقى جذر 36 في نص. كل ده تحت الجذر. تمام. تعالى كده هنا جذر ال9 كام؟ 3. ال3 تتضرب في الاتنين بره فهتبقى 2 في 3 ويفضل معايا تحت الجذر ايه؟ 2 زائد هنا 25 في الاتنين. ال50 حاصل ضرب 25 في الاتنين. جذر ال25 5 تطلع بره ويفضل لي جذر 2 تحت. طب
جذر 36 اضربها في النص يبقى جذر 18. طب ما الجذر 18 لسه عاملينها يا مس عبارة عن ايه؟ عبارة عن 9 في 2. 9 في 2 يبقى جذر التسعة 3 و2 تحت الجذر. تمام. طيب كده انا هنا اقول 2 في 3 ب6. 6 جذر 2 زائد 5 جذر 2 ناقص 3 جذر 2. طيب 6 زائد 5 11. اطرح منهم 3 8 جذر 2. كده انا حليتها. طيب دي طريقة. في طريقة تانية هجيبها هقول لك عليها دلوقتي، خليك معايا. الطريقة اللي انا هستخدمها دلوقتي طريقة التحليل. ازاي يا مس؟ يعني انا مثلا جذر ال 18 انا ما عارفش ان هي 2 في 9. لو انا مش حافظ الجدول هعمل ايه؟ قال لك الحل ليها ان انت تمسك ال 18 على جنب كده وتقول له 18 ده عدد ايه؟ زوجي. يبقى انا هبدأ بالاثنين، هقسم 18 على 2 فيها الكام؟ فيها التسعة. 9 على الاثنين على التسعة عدد فردي فاقسم على التلاتة. 9 على 3 فيها التلاتة. 3 عدد فرد اقسمها على التلاتة فيها الكام؟ فيها الواحد. طول ما معايا الإجابة طلعت واحد خلاص بوقف تحليل، ده اسمه تحليل. كده أنا حللت. طب الإجابة طلعت معايا 3 و2 يبقى هقوله يبقى 2 بيساوي، أشيل ال 18 وأحط قيمتها عبارة عن 3 أس 2 ضرب 2. تمام. دي ال 18. أنا همسح ال 18 عشان أحلل ال50. بعد كده تحليل ال50. ال50 عدد ايه؟ زوجي. يبقى هقسم على 2. 2 50 على 2 فيها 25. 25 على الخمسة عدد فردي فهقسمه على 3 ما يقبلش الاسم على 3. يبقى ايه العدد الفردي اللي بعد التلاتة؟ الخمسة. 25 على 5 فيها الخمسة. طب 5 على 5 فيها الواحد. انا اوصل لواحد يبقى التحليل كده خلص معايا. ايه الناتج اللي معايا؟ طلع 2 و5 يبقى ساوي زائد 2 في 5 أس 2. كده أنا حللت ال 18 والست وال 18 وال50. تمام. ناقص الستة دي بقى قالك عبارة عن 3 في 2. تمام. خليك ماشي معايا بخطوة بخطوة. الطريقة اللي تعجبك حل بيها. طيب هنا الجذر 2 يطير مع الجذر تطلع دي بره، يعني تتحرر بسبب ان هي أس 2. فهتفضل 2 في 3 جذر 2. هكذا دي عشان أس 2 هتطلع بره هتبقى 5 جذر 2 ناقص. هنا بقى الاتنين دي انا ادخلها جوه فهتفضل لي 3 بره وهتبقى 2 لما تدخل جوه تبقى 4. تبقى نص في 4. طيب 2 في 3 ب6. 6 جذر 2 زائد 5 جذر 2 ناقص 3 و4 في نص ب2. تمام. كده كلهم جذر 2. 6 زائد 5 11. 11 نطرح منيها 3 8 جذر 2. نفس الإجابة اللي جبناها في الأول. الفرق بينها ودي ان انت هنا واحد حافظ جدول وواحد عارف يشغل دماغه وواحد حابب التحليل. هو التحليل مش غلط بس بيضيع الوقت. لو انت حافظ ما تكتبهوش خلاص مش محتاجه. هو طول ما طلبش منك التحليل ما تكتبهوش. التحليل ممكن تستخدمه في الارقام الكبيره. لو جالك جذر فيه رقم كبير ومش عارفه ابدا. لو هو رقم زوجي ابدا بالقسمه على 2. لو عدد فردي بتبدا بالقسمه على 3. ما يقبلش على 3 تدخل على العدد الفردي اللي بعده 5. ما قبلش على 5 يبقى تدخل على العدد اللي بعده اللي هو 7. هكذا. تمام. ناخد مثال تاني. مثلا لو جاب لي مثال زي ده حله ازاي؟ 2 في جذر 27. 27 الجذر التربيعي ليه ملهوش جذر فانا بقول له 2. ثواني اللون ده مش ظاهر. هتبقى 2 وجذر 27 ده هعمله كام في كام؟ 27 دي عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 3 في 9. تمام. ناقص التلاتة دي هدخلها جوه فلما تدخل جوه تبقى 3 في 3 بكام؟ ب9. يبقى تلت ضرب 9. تمام. طيب ناقص الستة دي عبارة عن ايه؟ 2 في 3 جذر 3. تمام. بعد كده اقول له ايه؟ الاتنين
التسعة لها جذر، جذر التسعة كام؟ 3، تطلع بره ال3 تبقى 2 في ال3 اللي هي طلعت من تحت الجذر، وتفضل لي 3 تحت الجذر اللي هي ال3 دي تقعد. تمام. ناقص التلت، 9 على ال3 فيها ال1 على ال3 فيها ال3، يبقى جذر 3 ناقص 2، اخليها زي ما هي، ضرب ال3 دي عبارة عن ايه يا ولاد؟ ال3 دي عبارة عن 3 جذر 3 في جذر 3 على جذر 3. طيب هختصر جذر 3 فيهم مع جذر 3 اللي مع اللي تحت، هتبقى اللي فاضل معايا، خليكم معايا كده، هتبقى 2 في 3 ب6 جذر 3 ناقص جذر 3 ناقص 2 في جذر 3، 2 في جذر 3 ده اللي اتفضل معايا يساوي 6 اطرح منها 1 5، 5 اطرح منها 2 هتبقى كام؟ 3 جذر 3. فهمتوها؟ المسألة كلها اهي. عملت ايه؟ دخلت ال3 جوه، وال27 جبت لها ايه اهو، 27 خليتها 9، 9 اهي، 3 في 9، ال9 لما ليها جذر طلعت بره ب3، طلعت بره بايه؟ ب3 اهي، طلعت بره ب3، فلما طلعت بره ب3 بقت 2 في 3 ب6. تمام. هنا بقى ال3 دي بره ب3، لما تدخل جوه الجذر اضرب 3 في 3 ب9، تدخل تبقى 9، 9 في تلت ب3 يبقى جذر 3. تمام. طيب بعد كده مسكت ال6 دي قلت عبارة عن 2 في 3. طب وانا واخدة قبل كده ان جذر 3 في جذر 3 لما يتضرب الجذرين في بعض بيطيروا ايه؟ الجذر يطير مع الجذر يفضل لي ال3. تمام. لما يجيب لي مسألة زي كده وبرضو عايزها الاختصار في ابسط صورة، يقول لك اختصر في ابسط صورة، هقول له اول حاجة جذر التكعيبي، هنا جذر التكعيبي اهو، ال24 دي حاصل ضرب ايه؟ 3 في 8. حاولوا تجيبوا حاصل ضرب حاجة يكون ينفع اطلع لها جذر، يعني ما تجيبوش ارقام ملهاش جذر، يعني ما تقوليش 4 في 6. يعني الناس هتقولي ال24 عبارة عن 4 في 6، طب ال4 لها جذر تكعيبي؟ لا. طب ال6 لها جذر تكعيبي؟ لا. طب يبقى نشوف اوبشن تاني. عندي يا مس 2 في 12، طب ال2 لها جذر تكعيبي؟ لا. ال12 لها جذر تكعيبي؟ لا. طب ليه نصعبها؟ بدور على حاجة لها جذر. طب انا يا مس من دماغي ما جايبانيش اجيب جذر، يبقى اعمل تحليل. اعمل تحليل، وعلى حسب التحليل هيطلع معاك الإجابة، هتطلع لك 3 اتنينات و3، ال3 اتنينات يعني كام؟ ب8. تمام. طيب يعني انا مثلا هو ال24 اهي، لو حبيت اعمل لها تحليل هتبقى 24 عدد زوجي على الاثنين فال 12، 12 على الاثنين فيها ال6، 6 على الاثنين فيها ال3، 3 على ال3 فيها الواحد. كده انا خلصت التحليل، طلعت معايا الناتج 2 أس 3 في 3، و2 أس 3 اللي هي ايه؟ ال8. تمام. انا حبيت بس انبه على الحتة دي. طيب كمل مسألتنا. طيب 3 جذر 3 دي خلاص هسيبها زي ما هي دلوقتي كده، مش هعمل اي حاجة فيها، ناقص 2 زي ما هي، وال81 دي حاصل ضرب ايه؟ عايزة برضو عدد ينفع لجذر تكعيبي، هتقولي 3 في 27. ماما. طيب ليه؟ لان ال81 حاصل ضرب، لو انت مثلا 81 عايز تحللها هتبقى 81 على 3 عشان عدد فردي فيها 81 على 3 فيها 27، 27 على 3 فيها 3، 3 على 27 على 3 فيها 9، على 9 على 3 فيها 3، 3 على 3 فيها الواحد. هتيجي تحلل هتلاقي كام؟ 4 3 طلعت معاك 3 4 4 تلاتات، 4 تلاتات تبقى 4 أس 3. طب اللي هاخد من يوم يعني ال4 أس 3 دي عبارة عن ايه؟ 3 أس 4 عبارة عن 3 أس 3 في 3. تمام. ال3 أس 3 اللي هي ايه؟ ال27. تمام. في الطريقة دي، في الطريقة دي على طول براحتك اللي يريحك. طب يا مثلا تقولي طب ما انا 81 دي حافظاها 9 في 9،
ينفع اكتب 9 في 9؟ طب ما 9 في 9، التسعة اللي هاش جذر تكعيبي، والتسعة يعني التسعتين ملهمش جذر تكعيبي، يبقى انا هعمل ايه؟ اشوف اوبشن تاني لل81. وانت من كتر تكرار المسائل وتكرار الارقام هتلاقي نفسك حفظت ده حاصل ضرب ايه، ده حاصل ضرب ايه. تمام. طيب بعد كده هقول له جذر التكعيبي للتمانية هي الاتنين، جذر التكعيبي لتلاتة تفضل زي ما هي، زائد جذر التكعيبي لتلاتة ناقص اتنين تفضل زي ما هي، في جذر التكعيبي ل27 تلاتة، هنا جذر التكعيبي لتلاتة. طيب هتبقى 2 جذر 3 زائد جذر التكعيبي لتلاتة ناقص 2 في 3 ب6 جذر تكعيبي لتلاتة. بعد كده اعمل عملية الجمع او الطرح العادية. هقول له 2 وهنا في واحد المفروض مش مكتوب، زائد 1 3، 3 اطرحها منها 6 تبقى -3 جذر 3. تمام، دي اتفهمت؟ وانا بحاول ان انا اوسع افقاك، ان انا بديك كذا طريقة وكذا حل ان انت تحل بيه. والجذر التكعيبي والجذر التربيعي ليهم يعتبر نفس الحلول، يعني هما نفس الحل، بس اهم حاجة ان انت لما تتعامل تاخد بالك ان في المسألة اللي معاك كلهم جذر تكعيبي وكلهم جذر تربيعي. طب لو جذر تكعيبي مع جذر تربيعي ما ينفعش يتحلوا، عشان ما حدش يحط ايه يعني يسرح بخياله في الموضوع ده. تمام. لو جاتني مسألة زي كده احلها ازاي؟ هحلها ان انا ايه، هقول له ال54 دي حاصل ضرب اهي، 54 دي حاصل ضرب 2 في 27. طيب زائد 6 جذر تكعيبي ال16 دي حاصل ضرب ايه، 2 في 8 ناقص الستة سوري هكتبها ايه، عبارة عن 2 في 3. الستة دي عبارة عن 2 في 3 جذر تكعيبي لربع. طيب جذر 27 3 تضل تحت 2 زائد 6 في جذر 8 2 عشان ده جذر تكعيبي تفضل 2 تحت الجذر ناقص التلاتة هتخليها زي ما هي، والاتنين ادخلها تحت الجذر، ما تدخل تحت الجذر تبقى 2 في 2 في 2، 2 في 2 عشان ده جذر تكعيبي ب8، فيبقى اهو تبقى جذر التكعيبي ربع في 8 يساوي الأولى زي ما هي زائد 2 في 6 ب12 جذر تكعيبي ناقص 3 زي ما هي ربع 8 2، ربع 8 ايه 2، او على 4 فيها 1 على 4 فيها 2 جذر تكعيبي 2. كده هقدر اعمل عملية الجمع او الطرح. طيب هعملها ازاي؟ هقول 3 زائد 12 15، 15 اطرح من يوم 3 يبقى تساوي 12 جذر 2. تمام. طب قبل ما ادخل على المسائل اللي بعديها بس هوضح حاجة، ال54 مثلا انت مش عارف تجيبها، يبقى حلل 54 عدد زوجي اقسمه على الاتنين، هقول له 54 على الاتنين فيها الكام؟ فيها ال27. 27 ده عدد فردي هقسمه على الاتنين، اقسمه سوري على التلاتة، 27 على التلاتة فيها كام؟ فيها التسعة، 9 على التلاتة فيها التلاتة، 3 عدد فردي تتقسم على التلاتة فيها الواحد، اول ما اوصل لواحد خلاص انا وصلت، يبقى ال54 بتساوي ايه؟ بتساوي 2 ضرب 3 أس 3. طب ما 3 أس 3 اللي هي ال27 اللي انا كتبتها هنا، او كتبتيها 3 أس 3 هتبقى برضو صح، 27 صح. تمام. انا حبيت اوضح الحتة دي، عايز تحل بالتحليل تمام، عايز تحل ان انت حافظ جداول تمام، الطريقتين صح والطريقتين هيوديك لنفس النتيجة. تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. طيب لو جاب لي مسألة زي كده وعايز حلها انا هعمل ايه؟ هقول له جذر 375 اعتبر دي 3
في 125. يا مس طب انت حافظاها، انا احلها ازاي لو جاتني زي كده؟ ده رقم كبير قوي، تحليل على طول. هقول له اهو 375 عدد فردي هقسمه على التلاتة. 300 على التلاتة فيها 100. 75 على التلاتة فيها 25. طب 125 عدد فردي هقسمه على تلاتة برضو، مش هيقبل الاسم على تلاتة، بقسمه على ايه؟ على 5، عشان احاد وخمسة. لما يكون العدد احاد وخمسة او صفر يقبل الاسم على 5، يبقى الاسم على 5. تمام؟ فاي عدد احاد وخمسة يعرف انه على طول يقبل القسم على 5. يعني 375 ممكن كنا قسمناهم على 5 على طول، بس انا عشان قسمت على 3 عشان تبقى اسهل لك. طيب 125 على 3 فيها على الخمسة فيها الكام؟ طب افرض مثلا صممت وحبيت اقسمها على 3، تعالى اوريك لو قسمت على 3 هيحصل ايه. مش هتطلع معاك، بس انا هعملها لك. يعني 12 على 3 فيها الاربعة. طب 5 على 3 ما يصحش. عرفت انا ليه ما اخترتش التلاتة ودخلت على طول في الخمسة؟ طيب 125 على الخمسة، 100 على الخمسة فيها العشرين، 25 على الخمسة فيها الخمسة. طيب 25 على الخمسة فيها الخمسة. طب 5 على الخمسة فيها الواحد. كم 5 عندي؟ 3 و3. يبقى المكان 125 دي عبارة عن 3 في مكان 125 هنكتب 5 أس 3. إذا تختار تكتبها بالشكل ده هتكتبها بالشكل ده، الاتنين صح. طيب هيودوك نفس الناتج. تمام؟ طب أنا همسح التحليل ده عشان المكان بس. طيب نكمل بقى مسألتنا. زائد 12 دي حاصل ضرب ايه؟ 3 في 4. تمام؟ خلي بالك ان المسألة دي فيها جذر تكعيبي وجذر تربيعي. لاحظ انت بتحلي على انهي جذر التكعيبي بحاول اجيب ارقام اللي هي اس 3، في الجذر التربيعي بحاول اجيب الارقام اللي هي الاس 2. يعني هنا الاربعة 2 اس 2. تمام؟ ناقص 2 جذر 3 اس 3. دي ما مش هعمل حاجة فيها لان ما فيهاش حاجة، هسيبها زي ما هي كده. تمام؟ طيب ناقص 2 جذر 3. طيب همسح اللي تحت دول. هقول له جذر التكعيبي ل 125 هي الخمسة أس 3 جذر 3، لأن التلاتة ملهاش جذر فبتنزل زي ما هي. وجذر التربيعي للأربعة 2 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 أس 3 ناقص 2 جذر 3. طب بعد كده هعمل ايه؟ هاخد اللي شبه بعض مع بعض. ازاي يا مس؟ يعني اللي هما جذر 2 مع بعض والجذر 3 مع بعض، فهتبقى 5 هطرح منيها 2 هتساوي 3 جذر 3 جذر التكعيبي ل3. تمام؟ زائد او مش زائد، او هو ممكن تقولي زائد عادي. 2 زائد 2 سوري هي 5 نطرح منيها 2 3 و2 زائد 2 نطرح منها 2 0 فزائد 0. 2 ناقص 2 0 فخلاص راحت. هتبقى الناتج 3 جذر 3 جذر 3 او 3 جذر تكعيبي ل3. تمام؟ طيب نكمل بقى اسئله. طب لو جالي مثال بالشكل ده، لاحظت هنا ان كله جذر تكعيبي، خلاص سيبه زي ما هو جذر تكعيبي. تمام؟ اول حاجه جذر 3 56 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 7 في 8. حافظه 7 في 8 في 56. تمام؟ زائد جذر 7 اللي تحت زي ما هو. خلينا في الكبير بقى. 189 هتبقى كام في كام؟ يا مس دي مش حافظاها، يبقى نحلل. يبقى انا مش حافظها يبقى حلل اهي. ده عدد فردي ولا زوجي؟ عدد فردي، يبقى تقسم على 3. 18 على 3 فيها 6، 9 على 3 فيها 3. هقسم على بعد كده على ايه؟
ايه اللي التسعة على التلاتة، 6 على التلاتة فيها الاتنين، 3 على التلاتة فيها الواحد. هقسم هنا برضو على التلاتة. ثواني. تمام. طيب بعد كده اكمل، هقول له 21 على التلاتة فيها السبعة. طب 7 ينفع اقسمها على 3؟ لا، يبقى هقسمها على 7. 7 على 7 فيها الواحد. يبقى الناتج كام كله على بعضه؟ 7 في كام 3 عندي؟ 1 2 3، يبقى 3 أس 3. تمام. او اقول 7 في 3 أس 3 اللي هي ب27. تكتبها بالشكل ده، لا تكتبها بالشكل ده، الاتنين صح. تعال نرجع لمسألتنا. امسح بس التحليل. خلاص احنا عرفنا الناتج ايه. التحليل ده هتحطه في جانب كده زي كأنه ايه، هامش. تمام. طيب فهتبقى الناتج هنا ايه؟ 3 في 7 في 27، او 7 في 3 أس 3، الاتنين صح. طيب هتبقى بعد كده الناتج معايا، الناتج معايا هنا هكتبه من هنا. 7 التمانية ليها جذر، جذر التمانية التكعيبي بتاعها 2، تبقى 7 أس 3 زائد 27 جذرها 3، يبقى 3 أس 3 7. طب وهنا 7 جذر 3 أس 3. كل كده تلعب. طب بعد كده هعمل ايه؟ هجمع الأول قبل ما أقسم. 2 و3 5 جذر 3 7 جذر 3، 7 جذر 3 أو جذر تكعيبي، جذر التكعيبي. هنا 7 جذر التكعيبي. طب هو 7 جذر التكعيبي هنا و7 جذر التكعيبي هنا، ايه تروح؟ تفضل لي مين؟ الخمسة. يبقى الإجابة 5. تمام. طب لو جاتني مسألة بالشكل ده هحلها ازاي؟ همسك اللي 2 جذر 3 اضربها هنا واضربها هنا. تمام. فهتبقى 2 جذر 3 في جذر 6 زائد 5 في 2 جذر 3. طب 2 زي ما هي، والتلاتة في 6 هضربهم في بعض، 3 في 6 هتبقى 3 وتحت الجذر 1 هما الاتنين، زائد 2 في 5 ب10 جذر 3. طب الاتنين زي ما هي، جذر 18 هنا هتبقى 18 زائد 10 جذر 3. طب ما 18 يا مس عبارة عن 2 في 9، جذر 9 3، تبقى 3 جذر 2. ماشي الجزئية دي. فأنا هختصر على نفسي تحت وهكتبها كده. فأنا أقول له 18 دي هكتبها جذر 2 دي زي ما هي في 3 جذر 2 زائد 10 جذر 3. 2 في 3 ب6 جذر 2 زائد 10 جذر 3. هل ينفع اجمعهم؟ لا، لان هنا جذر 2 وهنا جذر 3، فالناتج هو كده بس، مش هعمل اي حاجة تاني. تمام. طب لو جاتني مسألة بالشكل ده هحلها ازاي؟ اول حاجة دي تفكرني بايه؟ فاكرين القاعدة بتاعت اكس ناقص واي في اكس زائد واي اللي خدناها الحصة اللي فاتت. هنا بتساوي ايه؟ بالتربيع الاول ناقص تربيع التاني. هعمل نفس القاعدة دي هنا، يبقى انا هربع دي وهربع دي، يبقى 3 جذر 2 أس 2 ناقص 5 أس 2. ده الحل بتاعها. تمام. يساوي 3 أس 2 بكام؟ يعني معناها 3 في 3، 3 أس 2 في الجذر 2 أس 2. الجذر أس 2 يحصل ايه اهو؟ ضرب اهو جذر أس 2 ناقص 5 أس 2 ب25، معناها 5 في 5. تمام. طيب 3 أس 2 ب9 لأن 3 في 3 في الجذر أس 2 يطيروا الجذر أس 2 2 أس جذر
جذر 2 أس 2، الجذر يطير مع الأس، فتفضل لي الاتنين ناقص 25. 2 في التسعة ب18، 18 أطرح منها 25 يتفضل لي -7. تمام، يبقى الإجابة -7. استخدام القانون ده خدناه الحصة اللي فاتت، فكرتكم بيه النهاردة برضو. تمام، تعال نكمل. طب لو جاتني مسألة بالشكل ده، عايزة الحل بتاعها هعمل ايه؟ انا فاكرة ان اكس زائد الواي تربيع، لما كنت بحلها كنا بنحلها ازاي؟ بنقول تربيع الاول زائد تربيع التاني زائد الاول في التاني في 2، يبقى 2 في اكس في واي. دي القاعدة اللي همشي بيها، برضو خدنا الحصة اللي فاتت وفكرتكم بيها. فانا هربع اللي 2 جذر 2 زائد تربيع، عايز تحطها ورا على طول مش مشكلة، بس انا بحب اكتبها يعني بعيد عن بعض. زائد تربيع التاني زائد 2، اللي هي 2 دي تبع دي، في جذر 6 في جذر 2 في جذر 6. تمام، تربيع الاتنين جذر 2 ب2 زائد 2 زي ما هي، وجذر 2 في جذر 6 بضربهم في بعض، جذر كام؟ 12. تمام، طيب زائد جذر 6 جذر 2 مع الاتنين تروح تفضل لي 6. تمام، طب 2 زائد 6 8 زائد الاتنين، ال12 دي عبارة عن ايه؟ 3 في 4، فهتبقى جذر 12 دي 3 في 4 يساوي 8 زائد 2. جذر الأربعة كام؟ 2، يبقى في 2 جذر 3 يساوي 8 زائد 2 في 2 ب4 جذر 3. هل في حل تاني كده؟ خلاص لا، هو كده جيب اخر الحل. ما ينفعش اجمع الاربعة والتمانية عشان في واحد فيهم قدامها جذر وواحد ما قداموش جذر، فكده هي اتحلت. تمام، اخر مثال معانا يعني سؤال زي كده، وقال لي الشكل ده شبه منحرف متساوي الساقين، يعني الضلع ده قد الضلع، يعني ده 63. تمام، وجايب لي المحيط بتاعه 1183. عايز ايه بقى؟ عايز طول AD. هجيب AD ازاي؟ انا عندي ان محيط اي شكل خلقه ربنا بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، مجموع اطوال اضلاعه. تمام، يبقى AD بيساوي ايه بقى؟ بيساوي المحيط ناقص الثلاث اضلاع دول، يبقى بيساوي 1183 ناقص، افتح قوس، 63 زائد 3 سوري جذر 6 63 جذر، ثواني، جذر 63 زائد جذر 63 زائد جذر 175 سوري. تمام، طب يساوي، انا عايزه اجمع دول مع بعض. هجمعهم ازاي؟ احاول افكفك الجذور بتاعتهم. تمام، يبقى 183 ناقص، اول حاجه 63 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 9 في 7، هكذا 63 الثانية عبارة عن 9 في 7 زائد 127 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 7 في 25. مش عارفها برضو حللها. طب يساوي 100,083 ناقص السبعة. هنا لما اخد هي ملهاش جذر، التسعة لها جذر، هتبقى 3 جذر التسعة، جذر التربيع للتسعة هو 3 جذر 7 زائد 3 جذر 7. السبعة هنا برضو ملهاش جذر، اللي جذر 25 جذر 5 جذر 7
تمام. بعدين هقول له 3 زائد 3 كام؟ 6. 6 زائد 5 11. طيب معلش، هنا طلع المحيط ليه جذر كده، ليه هنا جذر وهنا جذر هنا جذر. طب الجذر التربيعي ل 100 ل 1183 هعمل ايه عشان اجيبه؟ مش عارف الاجابه بتاعته لسه. ثواني هحلله هنا على جنب واجيب التحليل بتاعه واعوض عن قيمته هنا. تمام اهو. طب يجي احلل العدد 1183، هاجي هقسم على التلاتة، هتلاقي التلاتة مش هتنفع معايا. هقسم على الخمسة، دي احدها مش خمسة فمش هتنفع معايا. طب يا مس اعرف ازاي ان هو التلاتة تنفع معايا وما تنفعش معايا؟ اجمع، يعني نقول 11 1 زائد 1 زائد 8 زائد 3. اجمعهم الاربع ارقام دول، طلع الاجابة بتاعتهم كام؟ هتطلع لك 13. طب هل ال 13 تقبل الاسم على 3؟ لا. فيبقى اذا ما ينفعش ان انا اخدها اقسم على 3، لان التلاتة لو احنا فاكرين لما كنا نعرف العدد يقبل القسم على 3 ازاي، كنا نقول ان هو ايه، اجمعه واقسم عدد مجموعه على 3، لو طلع يقبل الاسم على 3 يبقى تمام. طب هنا ما قبلش الاسم على 3، طب يقبل الاسم على 5؟ الخمسة يا مس لازم يكون احاد ولا صفر لا 5. طب ده لا احاد وخمسة ولا صفر، يبقى ادخل على العدد الفردي اللي بعده اللي هو ايه، السبعة. طب 11 على السبعة فيها كام؟ السبعة فيها كام؟ ال 11 فيها كام؟ سبعة، فيها سبعة واحدة بس. طب اتفضل لي من ال 11 كام؟ اتفضل لي 4. فالأربعة تحط هنا قدام الايه، التمانية. تمام. طيب هتبقى 48 على السبعة فيها الكام؟ 48 على السبعة. طيب 48 على السبعة معرفش، فأقول له أقرب حاجة بجدول 7 لل 48 وأقل منيها 7 في الستة ب42، فهي أقرب حاجة، يبقى الإجابة 6. اتفضل من 48 كام؟ يتفضل لي يا مس 6. الستة حطها هنا جنب التلاتة فتبقى 63. 63 على السبعة فيها الكام؟ فيها 9. بعد كده هقول العدد ده يبقى القسمة على ايه؟ على 7 برضو. ال16 فيها كام؟ 7 فيها 2. اتفضل من ال16 كام؟ 7 في الاتنين ب14، اخدهم من ال16 يتضل لي 2. 29 على السبعة فيها الكام؟ ف29 على 7 ما ينفعش يا مس، يبقى كده السبعة ما تنفعش، فانا هعمل ايه؟ اشيل التسعة، اشيل السبعة كده. ثواني اكتب بس المسألة زي ما كانت. احنا كنا كاتبين كام؟ هنا 6 وهنا 9، يبقى لازم اشوف رقم غير السبعة. اخد ايه غير السبعة؟ التسعة يا مس. طب 16 على التسعة هيتفضل لي واحد، وواحد يتفضل لي 7. 79 على السبعة 9 برضو ما تنفعش. طب نشوف ايه الرقم زوجي الفردي تاني. 11. 11 على 16 فيها الواحد، يتفضل لي 5. 5 تفضل 59 على 11 برضو ما تنفعش. يبقى اخد ايه؟ 13. 13 على 16 على 13. 16 فيها كام؟ 13 فيها 13 واحدة بس، اتفضل لي من ال 13 كام؟ 3. 3 اكتبها هنا. يبقى 39 على 13 فيها الكام؟ فيها التلاتة. طب 13 تتقبل الاسم على ايه؟ على 13. 13 على 13 فيها الواحد. بقى التحليل كده خلص. يبقى الألف 83 1183 بيساوي ايه؟ 7 في 13 أس 2. تمام. تعال نرجع لمسألتنا بقى. لما ارجع لمسألتي هكتب مكان هتبقى 13. هي طلعت معايا الناتج كام؟ ثواني كده. طلعت معايا 13 أس 2. 13 أس 2 ضرب كام؟ 7 جذر. طب ال 13 أس 2 لما تطلع من الجذر هتبقى كام؟ هتبقى 13، اللي هي حل الجذر يطير مع الجذر يطير مع الأس، تفضل تحت الجذر ايه؟ السبعة. تمام. هجمع دول مع بعض هتبقى 13 جذر 7 ناقص 3 زائد 3 6. 6 زائد 5 11. 11 جذر 7. كله ده بجيب ايه دي. طيب بيساوي 13 اطرح منها 7
13 اطرح من 11 تفضل لي 2 جذر 7. كده انا جبت طول ايه سنتيمتر، دي سنتيمتر ودي الجذر عشان ما تلخبطوش، سنتيمتر يبقى ده طول ايه دي. تمام. انا خلصت كده. شكرا لكم استماعكم، اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو في اي سؤال ابعتولي على الخاص او ابعتولي سوري اكتبولي في التعليق. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم.